فاكرة اليوم اللي بصيتي فيه في المراية ولقيتي جسمك بيتغير؟ فاكرة الخوف اللي حسيتيه وقتها؟ هل كان في حد جنبك بيطمنك ويقولك ان ده طبيعي وعادي؟ ولا كنت بتداري نفسك وبتلبسي واسع عشان خايفة من نظرات الناس؟ بنتك دلوقتي بتمر بنفس اللحظة المرعبة دي. هي شايفة الجسم غريب عليها بيتكون. بنتك محتاجة مرشد مش ناقد. النهاردة هنفك عقدة الخجل وتغيرات الجسم في المراهقة. جات لي متابعة بتقول: يا رغدة، بنتي بقت ماشية موطية ظهرها ومكسوفة، وكل ما احاول اكلمها وافهمها انها كبرت تصرخ في وشي وتزعق وتقول لي مالكيش دعوة. الام هنا دخلت دخلة مباشرة، خلت البنت تحس ان جسمها مشاع وبقى موضوع للنقاش، فطبيعي تحس بالخجل. موضوع تاني وبيحصل كتير جدا: تخيلي لو بنتك بدأ يظهر لها حبوب في وشها وانتي كل ما تشوفيها تقولي لها يا خبر ايه الحبوب دي، بلاش تاكلي شوكولاته. صح؟ انتي هنا مش بتحلي، انتي بتضربي ثقتها في نفسها في مقتل. هي اصلا بتبص في المرايه وبتعيط، مش محتاجه حد ياكد لها ان شكلها بقى وحش. عايزاكي تغمضي عينك ثانيه كده وتفتكري معايا. هل بنتك بتخبي عليكي علامات بلوغها؟ طب هل تفتكري هي خايفه من ايه؟ هل انتي المصدر الاول لمعلومات بنتك عن جسمها، ولا صاحبتها، ولا جوجل؟ لو ما كنتيش انتي المصدر فانتي صدقيني سايبه بنتك لمنجم من المعلومات الغلط. عشان تخرجي من الفيديو ده بخطوات تنفذيها مع بنتك. اول ما تحسي بملامح التغيير هديها كده واهدي بنتك شنطه عنايه شخصيه، برفيوم، مرطب، حاجات كده تحببها في نفسها. قولي لها دي هديه من ماما لبنتي عشان بنتي بقت انسه رقيقه. لو لقيتيها واقفه قدام المرايه متضايقه ادخلي قولي لها جمله واحده بس: سبحان الله، كبرتي وبقيتي شبهي وانا صغيره. انا كنت بحب الملامح دي جدا. بلاش هزار الاب او الاخوات على طولها او وزنها او صوتها. خليكي انت يا ماما الحيطه السد اللي يمنع اي كلمه تجرح انوثتها. بنتك دلوقتي بتبني علاقتها بجسمها اللي هتعيش معاه طول العمر. خليكي انت اللي بتزرعي الثقه مش الخوف. في الحلقه اللي جايه هندخل عش الدبابير، الموبايل والسوشيال ميديا، ازاي نحميها من غير ما نتجسس عليها. مستنيه تعليقاتكم. ايه اكتر سؤال بنتك سالتهولك في الموضوع ده واحرجك بجد وما كانش مخليكي تعرفي تردي؟ استنوني الفيديو الجاي بوعي وبصر.